السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، صباح الخير على حضراتكم، صباح الهنا، صباح السرور والورد والحاجات الحلوة. صباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. في ظل بقى الاسعار اللي الناس كلها بتشتكي منها، هنعمل النهارده ان شاء الله فول مدمس في البيت. طبعا كله دلوقتي بيروح يجيب الفول المدمس من اي مطعم بالمعلقتين ب 10 جنيه. طب انا ليه؟ طالما انا اقدر اعمله في البيت بطعمه حلو جدا واحلى واوفر كمان ماديا واقتصاديا ونظافه وكل حاجه. معايا بشر جزرايه كبيره، معايا معلقتين من العدس، معايا ليمونيه غسلها كويس، ومعايا نص كيلو من الفول نقعاه 24 ساعه. يعني ايه يا بنات؟ يعني انا بليته على بيات، تاني يوم على بالليل برضو هبدا اسوي الفول. ومعايا الفوله بتاعتي. طيب يا لولو، هو ما ينفعش ان انا اسويه في حله؟ ينفع، بس المفروض فوله. ليه؟ لان الفكره ان الفتحه بتاعت الفوله من فوق بتبقى ضيقه شويه، فمش هيطلع معاك بخار كتير، وفي نفس الوقت بتستوي بسرعه. تمام. معايا برضو ميه سخنه. انا الفول نقعاه من امبارح بالليل، احنا دلوقتي بعد اذان المغرب. هبدا ان شاء الله ابدا اسوي الفول. شايفين الفوله عامله ازاي؟ طبعا فتحت من كتر ما هي مبلوله كويس وشاربه ميه كويس طبعا، وغيرت الميه دي عليها مرتين ثلاثه. ما ينفعش تسيبيها في ميه واحده، لازم تغسليها كويس من الميه مرتين ثلاثه وتغيري عليها. بقت زي الفول. طبعا مش هتاخد مني سوا خالص، لان هي خلاص بقت يعني ما شاء الله. تمام. هبدا بقى اصفي الميه اللي عليها واحطها في الفواله وارجع معاكم تاني. شايفين يا حبايبي الفول عامله ازاي بعد ما شطفتها وحطيتها في القدره على الفواله زي ما بيقولوا. طبعا بيضه ونضيفه، لان انا غيرت عليها الميه كذا مره. هبدا انزل بسم الله بالليمونه، وكمان بشر الجزر بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان العدس. ايه تاني يا لولو؟ وكمان هنزل معاهم بميه سخنه، وهكمل الفواله لفوق خالص بالميه السخنه. تمام. وهغطي عليها واسيبها على نار هاديه خالص، اصغر عين عندك على البوتاجاز، لغايه ما يستوي معانا، ونرجع نشوف الفول مع بعض باذن الله شكله عامل ازاي. كده يا حبايبي نزلت بالعدس والجزر والليمونه. هبدا انزل بالميه المغليه. ما ينفعش تنزلي بميه ساقعه، لازم تكون مغليه اهو. وابدا اعلق عليه على العين الصغيره خالص، واغطي عليه، ونرجع تاني ان شاء الله نشوفه مع بعض. شايفين كده يا بنات الفول بعمل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، استوى خالص اهو. شايفين دايب دايب، والله ما كملش نص ساعه البوتاجاز. ليه؟ لان طبعا انا نقعته في الميه بتاعته، كل شويه اغير عليه عشان يبقى طعمه حلو وريحته حلوه. 24 ساعه، ما قعدتوش 12، لا، من بالليل لبالليل. تمام. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده خلاص تمام كده خالص. انا كده خلاص تمام. هطفي بقى عليه، وتعالوا ان شاء الله نعمل مع بعض طبق فول حلو كده ان شاء الله. هيعجبكم قوي باذن الله، وطعمه هيبقى تحفه، وريحه الفول طالعه بسم الله ما شاء الله عليها. ان شاء الله جربوه بنفس الطريقه كده هيعجبكم ان شاء الله. تعالوا بقى نعمل شويه فول ونشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. نعمل كده شويه من الفول اللي احنا عاملينه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمله بزيت وليمون، مش هحط طحينه ولا اي حاجه. هنعمل كده حاجات ايه بسيطه خالص بأبسط الامكانيات. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل طبعا الليمونه دي. هنزل بعصير نص ليمونه او ليمونه كامله. شويه من الملح، شويه من الكمون، شويه من الكزبره الناشفه، شويه من الكمون، ابدا اقلب. اسيبه شويه كده، وبعد كده ان شاء الله نبدا نهرسه. تسيبيها بالهراسه، هرسيه بالكوبايه، اي حاجه. تمام. زي ما انتم شايفين حضراتكم خلصت طبق الفول. شايفين عامل ازاي؟ والله تحفه، وطعمه ودقته جميل جدا جدا.
طعمه خرافه بجد. عامله ببيتك بنظافه، غسله كذا مره ومغير عليه الميه ومظبطاه. الحبه الفول دول لو جينا نشتريهم من بره من اي مطعم مش هيقلوا عن 30 جنيه. زي ما انت شايفه حضرتك كده، بنص كيلو هتعمليه هيكفيكي 4 5 ايام في بيتك. فطار، ولو عشاء كمان هيقضيكي يومين 3 ان شاء الله، هيبقى حلو جدا، وبكده نبقى وفرنا شويه في المصاريف. يا رب تكون فكره النهارده عجبتكم ان شاء الله. طريقه الفول تعجبكم، والجزر مع العدس على الفول بيديله طعم حلو قوي وتذكره جميله كده. يا رب تكون كده الفكره عجبتكم النهارده، والف هنا وشفا للناس اللي هتاكل. تسلموا لي جدا، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي لي الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.